السلام. بلا شك من بداية الفيديو عرفتوا الوصفة ديال اليوم، الوصفة اللي طالعه طوندونس في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تيك توك. فيما كندور كنلقاها اليوم ان شاء الله غادي نقدمها لكم بطريقه مغايره، سون غلوتين و سون سكر، بدون سكر بدون غلوتين، باش حتى واحد ما يتحرم من هذا الترند ويحضرها في البيت ديالو. هي اش غادي نقول لكم، هي ماشي صحيه 100%، ولكن المهم حنا غادي نحضروها باش ما نخرجوش من الجماعه. فغادي نحتاجو في الكيك 2 بيضات، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، وهنايا غادي نستخدم سكر ديال الكوك. غادي ندير 2 معالق كبار ديال سكر الكوك، يمكن تعوضوا باي بديل ديال السكر. كيس من خميره الحلويات و2 معالق كبار ديال الكاكاو. عندي معلقه كبيره ديال الخل والدقيق على حسب الحاجه، تنحصلوا على الخليط ديال الكيك. اول حاجه غادي نديرو 2 بيضات مع رشه ديال الملح مع السكر ديال جوز الهند، وغادي نضربوا المكونات جيدا تيفتح لنا اللون ديال الخليط. بعد ذلك غادي نضيفوا داك الزيت النباتي على دفعات بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نضيفوا داك نصف كاس من الحليب. من بعد غنضيفوا داك الكاكاو ونمزجوا المكونات جيدا، ومن بعد غادي نضيفوا الخميره والخل والدقيق بالتدريج حتى غادي نحصلوا على القوام ديال الكيك. ما خصكمش تقلوا القوام ديال الكيك ديالكم بزاف، لان كنعرفوا بان الكيك سون غلوتين خاص القوام ديال الكيك ديالو يجي خفيف شويه، سينو غادي يجيكم هكا مدقص. هانتوما غادي تشوفوا القوام اللي حصلت عليه هنايا. كنكونوا موجدين واحد الانيه اللي غادي تدخل الفرن، دهنتها بالزبده ورشيتها بالكاكاو، وغادي نفرغ فيها الكيك ديالنا بالتساوي، وغادي ندخلو للفرن بارد على درجه حراره 180 تقريبا واحد نصف ساعه. كيكون طاب معكم وكتخرجوه وكتخليوه يبرد لينا جانبا قبل ما نسقيوه. هنايا الكيك ديالنا بعد ما خرجته من الفران كيجي رطب كيف ما كتلاحظوا، كنخليوه يبرد. بعد ما كيبرد لينا كناخذوا واحد الشوكه وكنثقبوه مزيان، ومن بعد كنسقيوه بمزيج ما بين الحليب والكاكاو. تقدروا تضيفوا ايضا القليل من بديل السكر هنايا بحال الاريتريتول ولا ستيفيا ولا السكر ديال جوز الهند، كيبقى لكم الاختيار. انا ضفت هنايا واحد الملعقه صافي، وكنخليوه يتشرب لينا مزيان هذيك السقوه. ومن بعد نمروا باش نحضروا الكريمه. انا غادي نستعمل هنايا بديل السكر كيف ما كتلاحظوا، وغادي نستعمل هنايا الكريمه اللي هي نباتيه وخاليه من السكر. كتستعمل الطبخ والحلويات في نفس الوقت. هنايا عندي 150 غرام ديال الجبن، وبطبيعه الحال واحد 2 يوغورت اللي هما طبيعيين داك بيرلي الاخضر. هنايا غادي نفرغ 250 مليلتر من الكريمه بهذا الشكل هذا. انا هنايا خدامه بالميزان. ومن بعد غادي نضيف ليه المكونات المتبقيه. غادي نضيف ليه داك الجبن، وغادي نضيف ليه 2 حكاك ديال اليوغورت اللي هما صغار كيف ما قلت لكم، وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار من البديل ديال السكر، لان كيف ما لاحظتوا راه كلشي خدمنا به هنايا ما فيش السكر، فضروري غندير شويه ديال الحلاوه هكاك. وكل واحد كيخدم بالبديل ديال السكر المتوفر عنده. صافي كنطربوها شويه، يعني سيمي مونطي، ما كنطربوهاش بزاف باش هكا كتبقى كريميه. وصافي كنوزعوها هكا على الطبقه ديال الكيك اللي كتكون تشربات لينا مزيان، وكندخلوها واحد 3 ساعات تتبرد لينا مزيان في الثلاجه. بالنسبه للطبقه ديال الشوكولاته فايضا غادي نخدم هنايا بالشوكولاته سون سكر هنايا، والكريمه ايضا، حيت هنايا عندي لتر من الكريمه كل مره كنخدم بها. هي هذه اللي وريتكم في الاول. وعندي هنايا الشوكولاته، خلطت ما بين الشوكولاته بالحليب والشوكولاته السوداء، طبعا كيف ما كتلاحظوا بدون سكر بدون غلوتين، راه كيكونوا متوفرين دائما في الاسواق الكبرى. غادي نسخن 200 مليلتر ديال الكريمه حتى لدرجه الغليان، وندير فيها 200 غرام ديال الشوكولاته اللي خلطت بيناتهم. تقدروا تخدموا غير بالشوكولاته بالحليب. صافي نبقى نمزج فيهم هكا، ومن بعد نديرهم في واحد الاناء حتى يدفى لينا مزيان، باش فاش نحطوه على الطبقه ديال الكريمه ما يتقبش لينا هذيك الكريمه. هذه مساله مهمه. صافي كيف ما كتلاحظوا بعد ما تاكدت انها دفات ليا مزيان، فحاولت نوزعها بالتساوي على الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للطبقه المقرمشه فقلت ندير هذا لانه كيشبه تماما اللي في الترند. فهنايا المميزات ديالو انه بدون سكر بدون غلوتين، كيف ما كتلاحظوا مصنوع من الارز ودقيق الدخن او إيلان. انا غادي ناخذ منه واحد شويه، يعني عيني ميزاني. وانا هنايا ذوبت الشوكولاته السوداء جانبا، غادي نضيف عليها الشوكولاته السوداء، وغادي نحاول نخلط مزيان تتلبس لينا دوك الحبيبات بالشوكولاته. من بعد غادي ندير عليهم بودغ دو كاكاو سون سكر.
صافي. وغادي نبدا نمزج المكونات جيدا حتى غنحصل على هذيك الطبقه المقرمشه. من بعد غادي نوزعو فوق الكيك ديالي بالكامل حتى غادي نغطيه، وما بقى ليا الا نقدمو معكم باش تشوفوا كيفاش داير القوام ديالو. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما كتلاحظوا. درنا الترند بدون حرمان، ويقدروا ياكلوه حتى اصحاب السكري واصحاب الحساسيه ديال القمح، واللي ما عندوش مشكل في السكر فيخدم فقط بمكونات بدون جلوتين. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الا بغيتوا وصفات اخرى خليوها لي اسفل الفيديو. اترككم في امان الله، الى اللقاء.